السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده مع بعض حاجة حلوة كده وسهلة وسريعة. حاجة كده حلوة كده في الصيف. حلو وبارد. نسميها كيكة الجيلي او شوفوا انتوا عايزين تسموها ايه. انا مسمياها كيكة الجيلي الباردة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي والطريقة والمكونات. اول حاجه معايا 2 باكت من الكريم شانتيه، او ممكن تكون تحطي كوبايه من الكريم شانتيه اللي هو السايب براحتك. انا استخدمت الباكت. بعد كده بقى هنزل باللبن تدريجي علشان انا عايزاها تقيله، يعني عايزه الكريمه تقيله، فهنزل واحده واحده كده. ولو احتجت لبن هزود معاه. هفضل بقى اضرب في الكريمه بتاعتي لحد ما اوريكم القوام اللي انا محتاجاه. بصوا كده بقى ضربتها، انا وصلت القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. ركنتها بقى جنبي على جنب. بعد بقى ما ركنتها جنبي جبت طبق كده وفضيت فيه كيس من الجيلي، جيلي الفراولة او اي جيلي انت تحبيه، اي نكهة يعني. بعد ما حطيت كيس الجيلي نزلت عليه بكوباية من المية المغلية، مية مغلية. هفضل بقى ادوب بقى في الجيلي بتاعي كده لحد ما يدوب تماما. وبعد كده بعد ما يدوب في المية المغلية هنزل عليه بكوباية من المية الباردة. اقلبه كده بقى في بعضه. وبعد كده هجيب الكريمة بتاعتي، بس هسيب الجيلي بتاعي يهدى شوية يعني يبرد. مش هحطه على الكريمة وهو سخن. هنزل بقى حبة حبة كده وهبدأ ان انا اضرب بقى بالمضرب بتاعي. هخلطهم في بعض. ممكن تضربي بمضرب يدوي، لو مفيش مضرب كهرباء ممكن تضربيه بمضرب يدوي. هنزل بقى تدريجي كده بالجيلي، بباقي الجيلي واحدة واحدة لحد ما اخلص كل الكمية. هضربهم بقى وبعد كده اوريهولكم. بصوا كده ضربت الكريمة في الجيلي. سبتها بقى ايه هديت شوية في التلاجة، يعني 10 دقايق بالظبط. وبعد كده بقى هتحسي ان هي قوامها تقل. بعد كده بقى هصبها في الكاسات بتاعتي. وممكن على فكرة تعمليها في صينية، في قالب، في اي حاجة. لو هتعمليها في قالب هتفضي كل الكمية طبعا. انا هعملها في كوبايات كده او كاسات، يعني شوفي انتي حابة تعمليها في ايه. هنزل بقى فيها كده بس مش هاملة كوباية علشان احنا لسه هنكملها بجيلي. بعد كده هدخلها التلاجة لمدة ساعة. بعد ساعة بقى هجيب كيس جيلي تاني، جيلي فراولة. هنزل عليه بمية مغلية نفس ما عملنا الطريقة الأولانية. هقلبه بقى كده لحد ما يدوب كله في بعضه. هدوبه كويس. بعد ما يدوب معايا هنزل عليه برضو بكوباية من المية الباردة. يعني طريقة الجيل كلها واحدة، لو انتي بتعمليه بطريقة غير كده برضو حابة تعمليه براحتك. هقلبه بقى كده في بعضه. وبعد ساعة أول ما يتماسك معايا الخليط اللي أنا حطيته، بصوا هخرجه من التلاجة. وهكمل بقى الكوباية بتاعتي للآخر أو الكاسات بالجيلي اللي أنا عملته. الجيلي ده بارد والجيلي التاني لسه مخرجاه من التلاجة. انا حطيته في الفريزر عشان يتلج بسرعة، يمسك في بعضه يعني بسرعة. لو حطيتيه في التلاجة عادي هتحتاجي ان انت تسيبيه وقت اطول لحد ما ايه يتماسك معاكي خالص. هدخله بقى التلاجة او الفريزر لمدة ساعة لحد ما الجيلي بتاعي يمسك تماما. بصوا زي كده قعد معايا ساعة في الفريزر. بعد كده بقى هحط اي نكهة بقى على الوش. انا كان عندي شرايح كده فراولة، هحطها بقى على وشها للتزيين مش اكتر. يعني لو مش حابة حاجة اختياري ممكن ما تحطيهاش. وكده بقى خلص معانا. بصوا شكله عامل ازاي متماسك في بعضه، والطبقات بجد حلوة قوي. لو عملتيه لولادك هيفرحوا بيه. وبجد طعمه حلو. جربيه وان شاء الله هيعجبك. كده خلص الفيديو معانا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.